أنا منى وده فيديو جديد النهاردة. حبيت أشارك معاكم تجربتي لمدة أسبوع. حاولت إن أنا أعمل الحاجات اللي أنا معملتهاش بقالي كتير جدا في أسبوع واحد بس. أول حاجة طبعا عملتها اللي أنا كتبت كل الحاجات اللي أنا كنت عايزة أعملها دي، هما 7 حاجات في النوت بوك عندي عشان منساش هما ايه الحاجات دي. وبعد كده بدأت إن أنا أجيب ورق وقصيت الورق ده على حسب الأيام وكتبت فيه كل الحاجات اللي أنا عايزة أعملها علشان الاختيار يكون عشوائي. مش عايزة أختار كده يوم ده كذا هعمل كذا، لأ، عايزة الاختيار يكون عشوائي. فكملوا معايا الفيديو للآخر عشان تشوفوا عملت ايه وايه الحاجات اللي أنا معملتهاش. النهاردة أول يوم من الأسبوع الكامل من التحدي. ده الورق بتاع التحدي اللي عملناه امبارح مع بعض، وهختار أول ورقة. يا رب تكون بس ورقة كويسة. ها، دي شنطة واحدة. فيلم وسط الخطب كويس جدا، يعني بداية حلوة جدا علشان أنا فعلا محتاجة إن أنا أرتاح شوية. يلا بينا. تاني من التحدي وهنختار ورقة النهاردة مع بعض. هتأمل معاكم في الطبيعة. يلا بينا. طبعا اول حاجه عملتها ان انا عملت تايمر لمده 10 دقايق. ده اكتر حاجه، يعني ده اكتر وقت حسيت ان انا ممكن اعمل فيه، مش اكتر من كده. فبدأت ان انا عملت تايمر وقعدت اخدت بقى دماغي افكر في حاجات لحد ما دماغي بدأت ان هي ما تفكرش في اي حاجة غير بس اللي انا بعد ضربات قلبي، او اللي انا مثلا بعد عدد النفس اللي انا بتنفسه. فالموضوع كان حلو جدا، بالذات كمان لو طولنا كمان شوية. بجد الموضوع مريح نفسيا بشكل غير طبيعي.
بعد ما خلصت الجزء ده كان موجود في بلانر 2023 من مفكرة، وهي جزء خاص بالتأمل بكتب فيه الحاجات اللي أنا حسيتها وأنا بتأمل، فده كان حاجة حلوة جدا. اليوم التالت من التحدي، ويلا نشوف هيطلع لنا ايه النهاردة. اكتب في الرواية الجديدة ان انا فعلا سايباها بقالي كتير جدا، فيلا نشوف هكتب ايه في الرواية الجديدة. الموضوع كان مرهق شوية ان انا بكتب وانا بصور، لان طبعا باخد وقت طويل جدا عم اجمع الافكار وابدا اشوف انا عايزة اكتب ايه بالظبط. فحاولت بقدر الامكان ان احاول اكتب فكرة او اتنين، بحيث ان انا لما اجي ارجع اكتب مرة تانية اكون عارفة انا عايزة اكتب ايه بالظبط. وطبعا كل الروايات والكتابات اللي انا بكتبها تلاقوها على واتباد، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. من التحدي، يلا نشوف هيطلع لنا ايه النهارده. كتاب لمدة ساعة كاملة. حلو، لان بقالي كتير جدا مش بقرأ كتب. خامس من التحدي، يلا نشوف هيطلع لنا ايه النهارده. شرب 8 أكواب من الماء. هو فعلا أنا محتاجة ده، لأن طبعا الشتاء منشربش مياه كتير، فلازم أشرب 8 كوبايات مياه النهاردة. يلا بينا. وهنا بدأت أعمل تايمر لمدة 8 ساعات، بحيث إن أنا منساش أشرب مية لمدة 8 مرات، وبجد كانت تجربة حلوة جدا. الموضوع كان صعب شوية لأن أنا كنت مفلسة وقتها، بس حاولت بقدر الإمكان إن أنا أعمل حاجة تكون بسيطة وفي نفس الوقت أخلص التحدي. اليوم من التحدي، ومعانا آخر ورقة، ويلا نشوف ايه اللي مكتوب فيها.